First, we'll hear a little bit forward. Listen carefully. Raise your hand if you heard anything right away. Okay, that was without me even telling you anything. I've seen a lot of hands go up. Forward. Your stairway lies on the whispering wind. Forward it says, and your stairway lies on the whispering wind. Backwards it says, because I live with Satan. Listen carefully. Raise your hands if you heard that. Quite clear, quite obvious. هل سألت نفسك في يوم ايه اللي ممكن يحصل لو شغلنا الأغاني بالعكس؟ ناس كتير بتقول اننا هنسمع رسائل شيطانية، لكن يا ترى هل ده حقيقي ولا مجرد وهم؟ خلينا نشوف مع بعض. تخيل كده انت قاعد وبتسمع اغنيتك المفضلة وحد جه قالك شغلها بالعكس، وتتفاجئ انك بتسمع جملة مخيفة زي انقلب للشيطان او انا ميت. ايه اللي ممكن يحصل لك وقتها؟ في السبعينيات في فرق روك ابتدت تستخدم الاسلوب ده في اغانيها كنوع من الهزار او الدعاية، ويسموه باك ماسكينج. وبعض الفنانين ومهندسين الصوت بدأ يحطوا جملة او كلمة قصيرة جوه الاغنية، ولما الاغنية تشتغل بالعكس بتبان الرسالة دي. والموضوع كان مجرد تجربة فنية، لكن بعض الناس فسروه انه مقصود علشان يوصل رسائل غامضة او شيطانية. من اشهر الاغاني اللي حصل فيها كده وعملت ضجة وقتها لما فرقة اسمها The Beatles في اغنية Revolution 9 لما الاغنية بتشتغل بالعكس الناس قالت انهم سامعين جملة Turn me on dead man، يعني ايقظني ايها الميت. وده عمل جدل وقتها، والجملة دي صدمت ناس كتير وفتحت باب للشائعات. واغنية Stairway to Heaven بتاعت فرقة ليد زيبلين اتقال انها فيها جملة غامضة بالعكس بتتكلم عن ابليس، وده اللي خلى الاعلام يعمل ضجة كبيرة. والجملة دي بتقول Here's to my sweet Satan، واتهمت الفرقة بالترويج للشيطان. وفي بعض اغاني الروك في الثمانينيات ناس ادعوا ان فيها رسائل بتشجع على العنف او المخدرات او افكار غريبة. المشكلة ان اغلب الاغاني اللي فيها الطابع ده وبتحمل رسائل اغلبها بتكون لتمجيد الشيطان، والجمل اللي بتتقال زي انه بينا واننا المفروض نخدمه ونبيع روحنا ليه، زي الاغاني دي. والشخص ده اتكلم بوضوح في الموضوع وقال على موضوع الأغاني المعكوسة، ومن قبل ما يوضح وجهة نظره ويشغل الأغنية كان دايما بيسأل الناس هل سمعتوا حاجة، وأغلب الجمهور كان بيرفع ايده انهم سمعوا الرسائل أو الكلام بوضوح. فهل دول كلهم بيتهيأ لهم الموضوع؟ علماء النفس والصوتيات وضحوا ان أغلب الناس اللي بيسمعوا الأغاني بالعكس ما هو إلا مجرد تأثير نفسي، يعني العقل بيفسر الأصوات العشوائية ويحولها لكلام مفهوم. الموضوع وصل لدرجة ان في محاكم أمريكية اتكلمت عن خطورة الرسائل المخفية في الأغاني، لأنها من غير ما تحس بتدخل في العقل اللاواعي وتأثر عليك نفسيا. ده غير انهم اتهموا بعض الفرق انهم بيأثروا على عقول الشباب. غير ان الشخص ده اتكلم في الموضوع وقال We went downstairs, not through the staircase that I thought the worshippers were the gods, but at the other end of the building. Went downstairs, and a number of times I'd gone there to the men's room, and I heard these typewriters clicking like the dickens. Man, it's going. I said, why do we have a lot of people typing in there, in that room? Well, when there, that Eve Dickens, he knocked, and the man says, come on in. And there was all those typewriters moving along by themselves, typing at the speed that I'd never seen before. And not only that,
the high priest says, I want to show you something clever. So he says, follow me. So we went around the table. There was like 2 long tables, and they had about 10 typewriters. And he says, now notice that the typewriter types to the right, then doesn't go back. It types back to the left. Isn't that something? I had never heard of things like that before. بس مع الأسف محدش صدقه وقتها لأنه معندوش دليل على كلامه. الظاهرة دي خلت ناس كتير تخاف من الأغاني الغريبة وتقول إنها خطيرة أو شيطانية، وفي نفس الوقت ناس تانية شافوا إنها حيلة دعائية علشان تخلي الناس تتكلم عن الأغنية وتسمعها أكتر. كمان الأفلام والمسلسلات استغلوا الفكرة دي لإضافة جو رعب وغموض. في النهاية سواء كانت الرسائل دي حقيقية أو مجرد خدعة عقلية، ظاهرة الأغاني بالعكس هتفضل من أكتر المواضيع الغامضة اللي لسه بتثير الفضول لحد النهاردة. هل تعتقدوا فعلا ان في فرق موسيقية كانت بتسجل رسائل سرية مقصودة، ولا كله مجرد خيال وتفسير زائد من المستمعين؟ اكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. مع السلامة.